السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع 200 خطأ في العقيدة، وخطأ النهاردة هو المثل اللي بيقول الواد ده فلتة. تعالوا نعرف ايه المثل ده، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تلاقي واحد مثلا قاعد وسط اصحابه وعمال بيتكلم عن واحد متفوق في اي مجال، سواء في العلم او في الرياضة او في الطب او في اي شيء، فيقول لك ده الواد دوت فلتة من فلتات الزمن، او اللعيب الفلاني ده ما شفتوش انت بقى في كاس العالم، ده خد الكورة وعدى من الفريق كله وجابها جون دبل كيك، ده الواد ده فلتة من فلتات الزمن، ده الواد ده ابن حرام، ده الواد ده شاطر. وكل هذا يا حبايبي، كل هذا كلام لا يجوز، لأن قوله دوات فلت من فلتات الزمن، هل أفلت من علم الله أو من قدرة الله أي شيء أو أي إنسان؟ وهل ينسب أصلا للزمن خلق أو تقدير؟ طيب من الذي بيده مقادير كل شيء؟ من الذي يقدم ويؤخر؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يرفع ويخفض؟ أليس هو الله عز وجل؟ قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى رقم واحد إن هنا في 3 أخطاء. رقم واحد إن ما ينفعش يقول أو لا يجوز إن يقول الولد ده فلت من فلاتات الزمن، لأنه لا يستطيع أحد أن يحدث في هذا الكون أي شيء من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رقم 2 لما بيقول لك الواد ده ابن حرام، هو لا يقصد الكلمة، لكن الكلمة لا ينبغي أن تقال لأن فيها قذف للأمهات. حتى لو لم يقصد القذف فهذا فيه سوء أدب مع هؤلاء الناس، إنه يقول عن إنسان إن هو ابن حرام. رقم 3 أما قوله الواد ده شاطر، فالشاطر في اللغة العربية هو السارق، هو الحرامي الذي يشطر جيوب الناس ويسرق أموالهم. حتى لو لم يكن يقصد، فالأفضل أن نستعمل الألفاظ التي وردت في ديننا الحنيف، أو أن نستعمل ألفاظا مهذبة مؤدبة، لا نقذف بها أحدا ولا نقول كلمة سيئة عن أحد. يعني نقول إيه يا شيخ محمود؟ لو لقينا مثلا لعيب متفوق أو مثلا واحد عالم ما شاء الله عنده علم كبير أو غير ذلك، إنسان ناجح في حياته، ماذا نقول؟ نقول مثلا فلان ما شاء الله اللهم بارك، فلان ذكي، فلان ماهر، فلان لاعب ماهر، فلان ممتاز، فلان متفوق، وهكذا، بدل ما نقول الولد ده فلت من فلتات الزمن أو دواد ابن حرام أو دواد شاطر. كل هذه الكلمات ينبغي أن ننزه ألسنتنا عن قولها وأن نقول الكلمات الطيبة. ولذلك كم من صفات أهل الجنة، يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أن المولى عز وجل قال عنهم وهدوا إلى الطيب من القول. هم في الجنة من غير حتى إرادة، تلاقي الكلام الطيب كده طالع من أفواه أهل الجنة. فيا ليتنا نتشبه بالنبي أولا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وأن نتشبه بأهل الجنة الذين قال عنهم وهدوا إلى الطيب من القول. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.